والعاصفيه اللي عرفتها المملكه مؤخرا؟ لا اولا كنشكرك على طرح هذا السؤال، لان اولا كانت كاينه فيديو وكاينه صوره. نعم. غادي نبدا بالفيديو. اولا انا قلتها الان قبل قليل ان الفيديو فيها واحد السوء ديال النيه، واللي فيها غياب ديال الروح ديال المواطنه. انا كنقول يمكن تكون اخطاء، يمكن تكون اشياء اللي خصها تصحح، ولكن ماشي بداك الخبط باش دارت ديك لا فيديو اللي كترجع لشهر غشت. ولا رجعتي لا فيديو غادي تسمع بان الصوت ديال الاشغال وديال المطرقه وديال مازال كيتسمع. وخداو صوره ديال الجو متقلب وقالوا شتا الامطار الاخيره، شوف الحاله ديال الملعب كي ولات. رغم الملعب باقي ما كملش، ورجعتوا الصوره غادي يبان لكم لي لوج ما كاينينش، غادي يبان لك الفلوس باقا ما تحطاتش الى اخره. على كل، مع كامل الاسف عندنا هذه الطوابير الخامسه اللي ما بغاتش تفهم بان فاش كتخرج هذه الخرجات هذه راه كتمس بالصوره ديال البلاد، والاجندات والاطراف اللي كنهضروا عليهم راه كيستغلوا هذا الشيء فعلا باش يزيدوا يثبتوا الكلام اللي كيبغيو يوصلوا للعالم. فحرام اننا نوصلوا نسيئوا الصوره والسمعه ديال بلادنا بهذه الاشياء المفتعله. عطيونا غير اللي كاين صحيح وما عندناش اشكال، ولكن باش تفتعلوا وتختلقوا اشياء اللي ما كايناش ودار اون فيديو اللي كترجع ل5 شهور هذه وتحط او 3 شهور هذه وتحط على اساس ان الامطار الاخيره هي اللي سببت في هذا الشيء. فاعتقد بان هذا الشيء غير، هذا احساس وسلوك غير مواطن. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه غير باش نتحدثوا على الصوره اللي خرجت بينات بان الغازون تهز من واحد القنت. هذيك الصوره صحيحه، ما نعطوش وقت كثير لان ما بقاش معنا الوقت. بغينا نتكلموا كذلك على استعدادات المغرب. تفضل. غير باش نقول لك بان الفيفا جات وشافت لابولوز وعبرات على الارتياح ديالها. حنا عندنا دفتر تحملات، هذاك دفتر التحملات راه ماشي الصوره اللي غادي تهضر عليه. هذيك دفتر التحملات راه الفيفا والاخصائيين ديالها هما اللي كيجيو كيهضروا عليه. زيد عليها ان هذيك الشتا اللي جات حنا بالنسبه لنا كانت مهمه، لان غادي تبين لنا بزاف ديال العيوب، لان حتى الشركات اللي دارت مازال يعني ما دارتش ريسبسيون. حنا كنتمناو ان فعلا يكون خطا باش ديك الشركه تتحمل المسؤوليه ديالها. على كل، اللي بغيت ناكد عليه بان الحمد لله لنا ما نفتخروا به. يتقال لي بغيت يتقال في هذا الشيء، لان ما نفتخروا بهذا الشيء، لان هذا الشيء مازال تبع المراقبه، وهذا الشيء مازال تبع المتابعه، وهذا الشيء مازال يعني كاين فرق او اخصائيين ديال الفيفا اللي كيجيو كيفليو الملعب يعني بكل شبر باش يشوفوا واش وفق المعايير او لا، او ربما غابت المعايير، وبالتالي كيكون تقرير اللي غادي يشوفوا